هذيك باش طلعتي تنتيا بالشهاد عائلتك بلا ما تبقى تجي تزوق علينا. اشنو جيتي كتقولي لنا النهار الاول؟ جيتي كتهضري لنا على الكتب ولا على ياك تشوهتي عائلتك، عاد زدتي الكتوبه صوفيا واحلى صوفيا، ياك تفضحتي راجلك. واش كاينه شي مرا والده مع شي راجل 4 الدراري كتنوض تقول له ما كتحويش ومشيتي للامارات دير عمليه باش تولي راجل؟ واش هذه مرا اصدقائي؟ واش هذه مرا يعول عليها؟ بالعكس عطيتي مثال سيء للمراه مرة أخرى أنها ناكرة للعشرة، وبأنها واخا دوز معها 30 عام غدير لك بحال ما عمرك ما درتي معها شي حاجة، كتضرب كل شيء في الزيرو بما فيها رجولتك. مستعدة تضربك في رجولتك، مستعدة تضربك في كرامتك، تضربك في أصلك غير في سبيل باش تبان هي زوينة. ما حشمتي من ولادك، ما حشمتي من عائلتك، ما حشمتي من اللقب اللي كتحملي، جايه هكا جالسه بحال شي بوحزيقه، بحال ايها الناس جالسه تتفضحي في عائلتك وتتخرجي مازال في عينيك وتتقولي انا انسانه مثقفه، انا انسانه غادي نغير نظره المجتمع للمراه. اش غنقولوا عليها؟ اش من نظره بغيتينا ناخذوا؟ انسانه منسلخه من المسؤوليه، انسانه القانون عطاها احقيه الحضانه وهي تخلات على الحضانه في سبيل باش تحط زكاها في اللايف وتشد مكانه وتبقى شاده سلسله. اسمحي لي يا اختي، انا مع راجلك الله يحسن عوانه كيف صبر عليك 18 عام بحال كان كيخوي الماء على القرعه، ما قرر فيكي خير، ما تفكرتي ليه لحظه زوينه، ما تفكرتي ليه لحظه صفاء، ما تفكرتي حتى شي حاجه، ما شفتيش حتى في عينين دوك الاطفال قبل ما تخرجي تضربي الطر لعائلتك. كان عليك تفكري ولو لحظه واحده ونتفكر مصائر اولادي ونعرف بان كل ما يقال في السوشيال ميديا كيبقى فيها، والفيديوهات لا تموت. ولدي غدا يولي عنده 17 عام 18 عام يدور في شي فيديو تيلقى مو تتشوه في باه، لا خايبه حتى المعاوده. اش من امومه، واش من تضحيه، واش من حنان، واش من حقوق صاحبتي. قال لك اندو تروا هي اللي درتي لتريكتك انت، زفيتي عليهم، مسحتي الماضي كله بليقه. علاش راجلها ما دعاش على التشهير؟ راه عارفها مسكينه حمقى، راه علاش حتى واحد ما باغيها، لا تريكتها ما ناض حتى شي واحد يجاوبها، ما عمرنا ما شفنا شي واحد من افراد عائلتها ناض ساندها في هاد المحنه، لا ولد عمتها لا بنت عمتها لا شي واحد من الاقربون ناض قال وي ديك السيده ضحيه، ديك السيده كتعاني، حتى شي واحد. لحقاش عرفوها هبيله، لحقاش فاش كتكوني مظلومه المسانده الاولى قبل ما تجيك من عند الشعبويه ولا من عند الناس، كتجيك من الاسره، كتلقاي اسره متضامنه معاك. نلقاو شي واحد من عائلتها طالع في اللايف كيقول لها وي عندك الصح، حنا شفناكي كيفاش ضحيتي، حتى شي واحد ما قال لها شي حاجه، خلاوها تكذب وقالوا خلوا الهبيله شادين بها دابا تياكلوا بها اللوز واتاي. تيقول ويلي شفتي ديك الهبيله بن جلول شني عملت راجلها، وعدي 18 عام ديال الزواج وضرباتها ليه في الزيرو، كتفضح راسها بحال شي بوحزيقه. يا ربي السلامه. وكيديروا هكا دوك النخبه اللي كانت كتجلس معاهم، تيديروا هكا تيضربوا على يديهم كيقولوا الله يستر، الهلايت لينا بحالها والله. ما عندي ما ندير انا بهاد الفلوس على حساب مشاعر اطفالي، ما عندي ما ندير بشهره على حساب عشره، على قبل الشهره ضربات العشره، على قبل باش تشهر. وفاش قلت لك تلصقتي بيان سور تلصقتي، لحقاش انا كون كانوا عندي الافكار وكنت مثقف وداكشي ما كنتش محتاج لا نفضح عائلتي لا نعيط للسوشيال ميديا، نجي نجلس ونبدا نهضر بحال شي مثقف ونبدا نناقش المواضيع، وديك الساعات الناس غيجاوبوا بوحدهم. انت شنو درتي؟ فضحتي كرك وعيطت للمفضوحين يعاودوك على الفضيحه، صافي هادشي اللي درتي. خرجتي الزرع ديالك، خرجتي الغسيل ديالك نشرتيه وعيطتي للمؤثرين ينشفوا معاكي بحالكي بحالهم كاملين، بحالكي بحال مايا، بحال ايمان، بحال راه حتى ايمان دارت بحالكي. فاول مشكل مع راجلها سمحات في الولاد وزادت، يعني هادو هما الامهات اللي بغيتي توريونا. مايا حتى هي سمحات في بناتها وزادت. واش هذا هو المثال اللي باغي تعطيونا على الامهات؟ الام كتشد بولادها، كتشد في ولادها بيديها وبسنانها، ماشي السلام عليكم يعني وليتو كتفضلوا المصلحه الخاصه ديالكم على مصلحه اولادكم، على قبل وراق ولا على قبل شهره ولا على قبل
باز ولا على قبل اي حاجه على حساب مشاعر اطفالكم. وليتو كتخلاو على الاطفال هكا بسهوله. علاش كديروهم؟ علاش كتولدوا الاولاد باش غتخلاو عليهم بين قوسين في سبيل مصلحتهم؟ اش من مصلحه كتعوض غياب الام؟ واش من ظرف كيخلي ام تخلى على ولادها؟ تحت اي ظرف من الظروف ما نسمحش في ولادي نجلس معاهم نراعيهم ونقابلهم. ولادي معي في السراء والضراء. الا كان شي خير غيشوفوه معايا، ولا كانت شي معاناه انا اللي غنحيدها عليهم. الا كنت انا انسانه مثقفه واعيه وكنت كنعطي الافكار لطليقي باش ولا ملياردير، وهذوك الافكار نعطيهم الكري دابا ونهز بالمستوى المعيشي ديالي ونجيب وليداتي عندي ونعطيهم الحنان الذي لا يعوض بمال الدنيا. نعطيهم المشاعر ونعطيهم الحضور ديالي في حياتهم الذي لا يقدر بثمن ولا يعوض. فهمتيني؟ اشنو استفدتي دابا؟ درتي عداوه بينك وبين الاطفال. كيفاش غيشوفوا فيك كأم وانتي كتفضحي داك اللي كيصرف عليهم دابا؟ هما جالسين مع باهم تيوكلهم وتيبرعهم وتيشوفوا الطرف الاخر تيضرب لهم في هذاك اللي ما تخلاش عليهم شدهم وبغيتي تيقوا ديك اللي تخلات عليهم. يا سوغ ما غيتيقوكيش. تركتك هي الاولى غتسمح فيك، لحقاش يقولوا كيفاش هاد الهبيله هادي ما شادانا ما صارفه علينا، تخلات علينا على قبل رولكس وعلى قبل شويه ديال الذهب، ما قدرتش تضحي بتا شي حاجه. نتيقوا هادي ونخليو واحد اللي شادنا وجامعنا وكمل لينا قرايتنا وكيصرف علينا وكيدينا ويجيبنا. بيان سور الاقربون ما غيوقفوش معاك. هادشي علاش كنقول انا اللي تابعينك بوحزق، لحقاش التعاطف القاضي ما تيحكم في قضيه كيسمع الطرفين. ما يمكنش انا نجي نتعاطف مع طرف على حساب طرف اخر، خصوصا هذا الطرف كنشوفو غلط ويتمادى في الغلط. طرف متنصل من المسؤوليه، طرف عنده الماده ديالو هي قبل من اي حاجه عنده تروى ودايره ستوريات فرحانه. راه ما باش نكثري ونديماري. الا ديك الثقافه انت اللي كتعرفي تجيبي فيديو ترياكتي، انا راه احسن رياكتور في العالم. غادي نخيط لك المسام ماشي غير التقابي. المفضوحه تحت غطاء البرجوازيه، امي ناعمه مزوقه بالثقافه. غير تكذبي على راسك. ثقافتك ومستواك الدراسي اضمحل، انت في الوحل. كامله ديك القرايه كلها وجالسه دابا في الغيس، تطلصي الغيس عليك وعلى عائلتك. قالت لك انا ماشي بحالو، طلعت بالشوهه وهادي. حنا شوهنا اشتي انا شطحت وما ضريت حتى شي واحد باش طاح، ضريت نفسي لحقاش انا انسان عاقل وكبير وما بقيت تابع لشي واحد. ما عندي دراري، ما عندي مراه، اما تا امي ما بقيتش محسوب عليها، ما بقيتش ساكن عليها. الا شطحت ولا درت الكلام النابي ولا فضحت راسي، انا من يتحمل المسؤوليه. اما انت فاش انت فضحتي راسك وفضحتي عائلتك، هناك اطفال صغار ابرياء ما عندهم حتى شي ذنب في هذه الحياه. الذنب ديالهم هو انهم جابتهم ام حمقى لهذه الحياه، ام استغلات عشرتها واطفالها باش تبني واحد البلاصه ديالها في المجتمع. ام مستعده على حساب مشاعر اطفالها وعلى حساب اسرارها الزوجيه تبني قاعده جماهيريه وتجلس تتبجح بهذا وتقول لك انا عطيت للمراه وحليت عيني للمراه. اشنو حليتي عيني؟ المثلين حليتي عيني للمراه انها تسمح في ولادها في اول مطب وتتخلى عليهم، مع ان الام هي مثال التضحيه في العالم كله. ماشي غير عندنا، العالم كله تيعطي الحضانه للام حتى لسن 13 ولا 14 سنه. القانون كيفهم في العلاقات الانسانيه. القانون كون عارف ان مصلحه الابناء انهم يجلسوا مع باهم. كون كانت الحضانه للاب بحال للام، ديما الاولويه للامهات. القانون كيعطي الام الحضانه، وباش ام تسمح بحضانتها على قبل حاجه اخرى يعني راه خالفت حتى القانون. وتجي هذه وخصني نعطيها علاقه بام وخصني نتعاطف معاها. ما يمكنش. انت القانون وما طبقتيش. القانون خرج لك نفقه وسكنه، وولادك خرجهم لك وانت قلتي لا ما بغيتهمش. ما امتثلتيش حتى للقانون، تنصلتي من القانون وتنصلتي من المسؤوليه وضربتي عرض الحائط جميع القيم والمبادئ ديال المراه.
في سبيل ماذا؟ في سبيل شهرة زائفة مبنية على أسرار بيتك الزوجية. في سبيل ماذا؟ شوية القيل والقال على حساب الأطفال. هذا منتهى الذل، منتهى انعدام المسؤولية. أفضل أن أكون أم سيلين، شكرا ديناصورات. أفضل أن أكون قحباء قواداء ما عرفت شنو، وما نكونش أم ما عندهاش حس المسؤولية. شتي الخطة السباعية ديالك اش دارت لك؟ قالت لك دايره الخط، قالت لك الخوارزميات ديال انا جدة الخوارزميات على حساب اشنو؟ على حساب مشاعر اطفالي. انا فاش طلعت لهاد الشقفه هادي ما خليت حتى شي واحد كيندب. امي فاش قالوا لها قالت لهم كبير اخوت، يا ويلي الدري عنده 37 عام، غادي نجي نقول لها شنو دير؟ اسمح لي، ما كنتش ولد صغيور وما خليتش مورايا اطفال وزوجه غيعانيو من التبعات ديال هادشي اللي كندير في السوشيال ميديا. حتى شي واحد ما غيعاني مور هادشي اللي غندير الا انا. جبت الهضره لراسي، طيحت من قيمه راسي، بهدلت راسي، ولكن انتي في المقابل بهدلتي زوجك، بهدلتي القيم، بهدلتي العلاقات الزوجيه، بهدلتي العشره، بهدلتي مشاعر اطفالك، ضربتي صوره البرجوازيه في المغرب في الحضيض، ضربتي اسم العائله اللي كنخرجوا منها كتاب وزعماء وما نعرف شنو في الحضيض من كتاب، وما شاء الله ولاو ناس جايين هنايا بدافع ثقافه ولا بدافع الفهامه جالسين كيضربوا الطر راسهم. ان دو تروا سولاي مسكينه. خليتي ام وخواتات ورجالهم ايونس. لا ما خليت حتى شي واحد، انا حتى شي واحد ما مسؤول مني. الام الدور ديالها كينساني في سن 18 سنه، كتبقى بيناتنا غير الموده وصله الرحم لحقاش خارج من الرحم ديالها. اما حتى شي واحد ما مسؤول عليه انا. امي ما مسؤولاش على تصرفاتي لحقاش انا انسان كبير، انا ماشي صغيور باش تصرفاتي يضروا شي حاجه واحده اخرى. علاش ما مشيتيش كون غير ما كانوش الاولاد؟ كيفاش غادي تكون نفسيتهم؟ بيان سور صاحبي، تخيل انا ولد عشت مع هاد الام وهاد الاب وشفت اللحظات السعيده، وشفت كيف ما اي كوبل من الكوبلات كيكون طلوع وهبوط، الاب كنشوف فيه جالس حدايا مسكين يسهر على راحتي وكيفيقني في الصباح نمشي للمدرسه، في المقابل كنشوف امي تفضح ابي، امي تقول شنآن القول على با، امي كتخرج في با العجب، امي تفعل كذا وهي متخليه عليا وجالسه كتعاير داك اللي انا جالسه معاه. سي نورمال غادي نشوف فيها نظره الهبيله، ما قالوا لها هبيله تا فريمون هبيله. خليني نشوفك